هي تجربة نموذجية أولى بالصحراء التونسية لإنتاج اللفت السكري في حقل تجريبي في منطقة القرضاب بولاية تطاوين، في مؤشر على نجاح هذه التجربة النموذجية الأولى التي تنجز بالصحراء التونسية من قبل عديد الأطراف البحثية، خاصة منها معهد المناطق القاحلة بتطاوين والمعهد الوطني للزراعات الكبرى. احنا في تطاوين كما تعرف بدينا في تجربة الزراعات الكبرى من السنة الفارطة، وكل عام نزيدوا أصناف جديدة، خاصة الأصناف الوطنية اللي هي عندها قيمة، خاصة أثبت الصراحة تأقلم كبير مع المناخ ومع التربة في تطاوين. وبما أنه الجهة تزخر بموارد مائية جد طيبة وتربة خصبة، وكذلك لما لا أن تكون تطاوين سلة الغذاء الوطني إن شاء الله في المستقبل. كيف تجربة اللفت السكري تجربة ممتازة وأعطت الأكل. الزراعة هذه كانت معروفة إلا في الشمال الغربي بالخصوص، دونك قلنا لما لا ما نجربوهاش في تطاوين وفي مختلف الجهات في البلاد التونسية، وقمنا بالتجربة اليوم في المعهد في مناطق القاهلة بتطاوين، والحمد لله من أثبتت النجاح طيب، نظرا لأهمية زراعة اللفت السكري في التداول الزراعي، لما له من خاصيات في تخصيب التربة وتحسين التربة وتدعيم وتحسين مردودية الحبوب بالنسبة للأراضي اللي يقع زراعتها لفت سكري ثم نزرعها حبوب. تجربة إنتاج اللفت السكري بالصحراء التونسية تنضاف إلى تجارب أخرى مميزة ناجحة في الجهة من خلال إقدام عديد المؤسسات البحثية على تجربة الزراعات الكبرى في المناطق الصحراوية التي أثبتت نجاعتها ومردوديتها على الفلاحين الذين انخرطوا فيها السنة الماضية. حابين الفلاح يكون عنده كلمة في الموضوع هذا، ماهوش كان البحث بركة، دونك ضروري انه الفلاح يكون شريك، يعني باعتباره انه هو شريك في البرنامج هذايا، وهو يعني العنصر الاساسي في انجاح البرنامج التوسع في زراعه الحبوب في ولايه تطاوين. وان شاء الله العام الجاي زاد كيف نزيدوا نتوسعوا اكثر في المساحات ان شاء الله. اليوم الحقيقه من الفلاح استفاد، شاف وضعيات اللي غدوه يتشجع يخدم ومعناها وعنده كل طمانينه باش يحصل منتوج. هي تجربه اثبتت نجاعتها الحينيه، ما جعل عديد المشرفين يعملون السنه القادمه على تعميمها أكثر، ودعوة الفلاحين في لقاء علمي لمعرفة خصوصيات هذه النبتة وكيفية الاستفادة منها وزرعها خاصة في مناطقهم.